الناس كلها بتعمل مشاهد فردية كده بفيو 3، بس السؤال هل فعلا نقدر نعمل فيلم كامل بفيو 3؟ أو بمعنى أصح إيه حكاية جوجل فلو اللي طالع جديد ده؟ أنا دلوقتي عندي اشتراك جوجل اي اي الترا، يعني المفروض أقدر أستخدم موديل فيو 3، فقلت أجرب بقى وفتحت جوجل فلو، شمرت وكتبت برومبت شبه الفيديوهات اللي الناس بتعملها على الإنترنت اليومين دول، واستنيت اللودنج. كنت متحمس جدا، وفجأة الفيديو طلع أي هبل، وكمان مفهوش صوت، الحاجه اللي هي بتميز اصلا فيو 3. اتخضيت، قلت ايه ده؟ يعني انا اشتركت بكل المبلغ ده وفي الاخر فلو ما يطلعش صوت؟ وكنت انا اللي هطلع صوت ساعتها. فقلت اهدي نفسي ورحت على جيميناي، لقيت في زرار كده تحت الحته اللي بكتب فيها برومبتس مكتوب عليه فيديو، ولقيت ان لو معاك الترا فهتستخدم فيو 3 على جيميناي تلقائي. كتبت البرومبت واستنيت، فهمني وفعلا بس طلع انا لي ايه اللي فيديو جابني هنا؟ بصوت مصري وعامي كمان. البرومبت. بس لسه ما ارتحتش، لان انا ما كنتش داخل اعمل مشهد ترندي وخلاص، انا عايز اعمل فيلم كامل بقصه وحدوته، وده اللي جوجل فلو بتوعد بيه. فقلت لا، انا لازم ارجع اجرب فلو تاني. قعدت ادعبس. اول حاجه لاحظتها ان حسابي اللي موجود فوق على اليمين ده بقى مكتوب عليه الترا بدل برو، قلت خير. تاني حاجه لقيت كذا اختيار للفيديو، في تكست تو فيديو يعني تكتب برومبت ويطلع لك فيديو، وفي فريمز تو فيديو اللي هو تديله شويه صور يطلع لك منهم فيديو، والخاصيه اللي كانت مقفوله لما كنت برو واتاكدت اني بقيت الترا لما لقيتها اتفتحت لي، الانجريدينتس تو فيديو. وده بقى اللي هو انت بتحط له عناصر متفرقه زي شخصيه من صوره على خلفيه من صوره تانية، وهو يركب المشهد ده كله مع بعضه ويديهولك. ساعتها قلت اهو انا كده الترا بجد، والفلوس ما راحتش عليا. طب امال فين بقى فيو 3 في فلو؟ فضلت ادور لحد لما لقيتها في سيتنجز او اعدادات كده جنب البرومبت. قبل ما تدوس جنريت محتاج الاول تختار بنفسك نوع الفيديو اللي عايزه يطلع. الديفولت او الاساسي بيكون فيو 2، ولازم تغيره انت بنفسك لفيو 3، وسبب ده هنتكلم عنه في الحلقه الجايه. المهم كتبت برومبت، اخترت فيو 3، وطلع لي فيديو جامد جدا. طيب ايه فرق فلو عن جيميناي؟ انك تقدر تبني مشهد وتضيف عليه مشاهد تانية. يعني بعد ما بتبني المشهد اللي انت عايزه بتعمل له حاجه اسمها اد تو سين، وتختار للمشهد ده في الستوري بورد بتاعتك حاجه من اتنين، يا اكستند انك تمد المشهد الحالي، يا جامب تو. ودي عامله كده في كتابه السيناريو زي كات تو او قطع الى، يعني كانك هتنتقل لمشهد تاني تماما. انا عملت بقى اكستند للمشهد اللي انا كتبته اللي هو كان عباره عن رائد فضاء فرحان انه على القمر، فطلع لي مشهد تاني انه بيكتشف انه عارف يتنفس عادي على القمر قبل ما بيهاجمه كائن فضائي. الاكستنشن اللي انا كنت كاتبه يعني للمشهد. I am on the moon. Isn't that the greatest prompt ever? الامتداد او الاكستنشن بيكون طبعا على حسب البرومبت، وممكن تفضل في الاكستنشن على نفس الكاميرا والزاويه اللي كانت في المشهد الاساسي زي ما اتعرض في الفيديو الرسمي الخاص بجوجل فلو، او ممكن تغير الزاويه والكادر بس تفضل في نفس المشهد زي ما حصل مع الفيديو الغلبان حالاتي. وفيو 3 بالمناسبه في جوجل فلو اذكى من فيو 2 بمراحل، لانه مش بيطلب فريم تبني عليه زي فيو 2، لا ده بيكمل طبيعي كده لوحده على المشهد من غير ما يطلب منك اي حاجه، هو هيفهم الكونتكست ويبني المشهد بتاع الاكستنشن لوحده. بس بصراحة سواء فيو 2 أو فيو 3 أفضل طريقة للبرومبتس هي إنك تكتب كأنك بتصور فيلم سينما فعلا. اعمل خطة إنتاج، نظم المشاهد بتاعتك، وزي لما بتنزل لوكيشن كده تصور كل مشاهده حتى لو ما كانوش بالترتيب الزمني في الفيلم، نفذ كل البرومبتس بتاعتك بتاعة مشهد ما حتى لو مش بالترتيب الزمني اللي جوه فيلمك، عشان تاخد أحسن كواليتي وأحسن كونسيستنسي للمشاهد دي. بس في مشكلة حاليا، جوجل فلو مش بيدعم العربي ولا الصوت العربي زي جيميناي، فلو كنت ناوي تعمل افلام ناطقة بالعربي وكنت عايز تستخدم جوجل فلو عشان ده، خد بالك من النقطة دي قبل ما تشترك. طب وليه فيو 2 هو الديفولت في جوجل فلو مش فيو 3؟ الإجابة هنا فلوس وأرقام، وده يقودنا لسؤال أخطر للحلقة الجاية، هل فعلا فيو 3 ممكن يستبدل شركات الإنتاج؟ تابعوني في الحلقة الجاية عشان تعرفوا الإجابة. ولو كنتوا شفتوا أي فيلم كامل حتى لو قصير معمول بفيو 3 وناطق بالعربي سواء بفلو او باي حاجه تانية، شاركونا في الكومنتات. وما تنسوش لايك وشير وفولو. باي.